عرض عبد المنعم الخيالي، واحمد حجازي هيجي الاهلي ولا لا، وزيزو هيجي الاهلي ولا هيروح السعوديه، وتمرد القندوسي وعمار حمدي ورحيل قندوسي. هنعرفوا كل ده بس لما تكملوا بعد الانترو. اهلا بيكم في حلقه جديده من اخبار الكوره مع الاصلي. ونبدا باول مواضيعنا دلوقتي. ان علمنا من احد مصادرنا ان نادي النصر تكلم على اللاعب محمد عبد المنعم، وان هما بيأملوا ويطمحوا في تقديم عرض خيالي لا يرفضه النادي الاهلي للاعب محمد عبد المنعم. والعرض الخيالي الذي لا يرفضه النادي الاهلي فوق ال10 مليون دولار. ليه؟ لان محمد عبد المنعم لسه لعيب سنه صغير وبيتطور مع الوقت. لعيب سنه صغير، لعيب موهوب، لعيب سنه 23 سنة. ولعب كاس افريقيا وهو سنه صغير كده واكتسب خبرات كبيرة. فكل ده حفز المسؤولين في نادي النصر ان هم يتعاقدوا معاه. كمل الفيديو معانا عشان تعرف حكاية زيزو وحكاية بن شرقي وحكاية حجازي هيجي الاهلي ولا لا. يلا نكمل مع بعض. نرجع لمرجوعنا تاني. ان المسؤولين في نادي النصر شافوا ان هو لعب على احد المهاجمين الاقوياء في افريقيا، اللي في متألقين في كل الدوريات الاوروبية، مثل حكيم زياش في المغرب، مثل نجوم المغرب لما قابلوا منتخب مصر، مثل السنغال، ومثل كل هذا. نال في يوم من الأيام إشادة كوليبالي نجم منتخب السنغال وكابتن وقائد منتخب السنغال. وبالتالي كل هذا دفع من مسؤولي نادي النصر واسم محمد عبد المنعم بدأ يتردد وبقوة في الميركاتو الصيفي السعودي وبقوة. طيب نية نادي النصر السعودي ايه؟ الشراء أو الإعارة موسم بنية الشراء النهائي. لان ان هو النهارده عانى في مباراته ضد الاهلي، شباب الاهلي عفوا. كسبوا 4-2، وطبعا استقبلوا هدفين كان ممكن يروح منهم الماتش. فعشان كده عاوزين مدافع قوي زي عبد المنعم يقدر يقفل لهم الجبهه دي. وبالتالي دي نيتهم في ملف عبد المنعم. طيب حد هيسالني يقول لي طيب هل تم التواصل مع مسؤولين في النادي الاهلي؟ اقول لك ان هم كلموا وكلاء لاعبين، وكلاء لاعبين دي وصلت المعلومه لمسؤولين في النادي الاهلي. طب هل النادي الاهلي ممكن يوافق على رحيل عبد المنعم بعد ما قفل الصفحات وقال مش هبيعه؟ لا، ممكن يوافق لو العرض المالي خيالي بالنسبه للنادي الاهلي. عد من فوق ال10 مليون دولار. نخش بقى في حته حجازي، وانا اكتب لك عوده حجازي في العنوان. تقول بقى مين هنجيبه، مين مش مين في كده. المجموعه اللي موجوده تقدر تحافظ عليها المدافعين. انت هتقول لي فين اللي احنا هنجيب بدائل لعبد المنعم؟ يعني حجازي ماشي وممكن يجي الاهلي والمجموعه اللي موجوده في الاهلي قويه، ممكن تحافظ عليها. وهتفكر ان بيراميدز ممكن تشتري احمد حجازي؟ اقول لك لا، اي مدافع دولي بره بيراميدز. يعني حتى لو مشي، المسؤولين في النادي الاهلي بيتكلموا انك تقدر تجيب عبد الله بكري او تقدر تجيب احمد حجازي. هو ساب النادي. محمود منعي خلاص الراجل راح بيراميدز واتصور وعامل لكم فيديو عنه وعن صفقات فيوتشر وصفقات بيراميدز عفوا. فطبعا محمود بكري هو الراجل، شفنا صور وهو صغير كان في احدى البرامج. كابتن سيف زاهر عرض صورته وهو كان اهلاوي من صغره. ممكن تقدر تجيبه لانه كان لاعب في منتخب مصر وكان متألق ومبدع بقاله فترة كبيرة. فتقدر تجيبه يعوض لك لو ان شاء الله ربنا وفق محمد عبد المنعم في الانتقال للدوري السعودي. فضلا عن ان معتز محمد الناشئ لو لعب هيثبت نفسه بشكل اساسي زي عبد المنعم واقوى منه كمان. طبعا دي كلها حلول بيطرحها المسؤولين في النادي الاهلي عشان لو عبد المنعم مشي بعرض خيالي فوق ال10 مليون دولار زي ما قلت لك. كمل الفيديو بقى عشان تخش باقي التفاصيل. وزيزو هيروح الاهلي ولا لا؟ فتوح هيروح الاهلي ولا لا؟ طبعا المسؤولين شايفين ان البديل الاقوى لمحمد عبد المنعم بعد ما يرحل هيكون احمد حجازي، وهيكون اقوى منه كمان. هتيجي تقول لي عامل 3 صليب بس كان بيكسر الدنيا ولا لا مع اتحاد جده؟ خش شوف فيديوهاته. والاهلي لسه ما وصلوش عرض رسمي، والاهلي لم يناقش اي امر الا لما يوصل له عرض خيالي فوق ال10 مليون دولار زي ما قلت لك. نخش بقى في حته احمد السيد زيزو هيروح الاهلي ولا السعوديه ولا فين. نخش بقى دلوقتي. لايك وشير وصلي على الحبيب قلبك كتير. احمد سيد زيزو او احمد مصطفى زيزو اعتبري مشي من الزمالك. مفيهاش هزار دي المعلومه دي. خلص كل شيء في المسؤولين مع نادي الشباب السعودي. ولولا ان هم واثقين ان هم ياخدوا احمد السيد زيزو نادي الشباب السعودي كان دخلوا في مفاوضات مع بديل اللي هم شايفينه يبقى بديل. يعني لو زيزو ما نفعش ما نفعش يتعاقدوا معاه بيرسي تاو، او لو الاهلي رفض يروح رايح لرمضان صبحي. احمد السيد زيزو صعب يبقى كوبري. وطبعا المسؤولين في نادي الزمالك مش هيسمحوا ان هم يعملوا عقد اي كلام. لازم هيعملوا عقد كويس ان هم يبقى ليهم اعادة بيع ويبقى ليهم بونص.
اوعى تنسى كارثة كرة اليد في نادي الزمالك لما سافروا في مدينة الرياض في السعودية، وما سافروش على المدينة التانية، واللي نقذهم جمهور نادي الزمالك وإدارة نادي الزمالك، وجابوا لهم أتوبيس سافروا 800 كيلو إلى مدينة الدمام. نرجع لموضوعنا. نادي الشباب السعودي رفع عرضه مع أحمد السيد زيزو ل6 مليون دولار. نخش في موضوع تاني، لايك وشير. كابتن أحمد القندوسي عنده عناد ولم يقتنع بالجلسة اللي تمت معاه الخميس الماضي. ولم يقتنع بالجلسة دي بالانتقال، هي ايه؟ ان هو ينتقل من النادي الاهلي الى احد الاندية المصرية في الدوري المصري، اللي هي مثل نادي المصري، نادي عفوا السيراميكا كليوباترا او نادي زد. طب ايه السبب؟ ان هو بيقول لك مش عاوز الجمهور يقول عليا لعيب قليل ولا كده، انا عاوزهم، هم ما شافونيش ان انا خدت فرصة كاملة، فانا عاوز اثبت نفسي الموسم الجاي بس كده. ولا زالت المفاوضات سارية مع نادي سيراميكا والنادي الاهلي على حصول على خدمات اللاعب احمد القندوسي. طبعا ابوخ ما في المفاوضات ان احمد القندوسي منشف دماغه، ان هو انا بحب النادي الاهلي ومش عاوز امشي. بكده نكون قلنا لكم كل حاجه في حلقتنا النهارده. والله لولا ستر الله ما كانش حد فيكم اتفرج عليا من كثره المعاصي والذنوب. اللهم لا تتركني للضلال، والهمني راحة الضمير حتى استطيع ان انام. وصلوا على النبي كلكم، والسلام عليكم، دمتم في امان الله.